ايام كتير تيبو اخيرا بيقرر يقول لها ان هو بيحبها، فبيروح لها البيت، وقبل ما يقول لها اي كلمه بتقول له هنا ان هي بتعتبره زي اخوها واخوها الصغير كمان، فبيتوتر بزياده وبيتلخبط، وبيقول لها علشان يمشي ان هو رايح يقابل واحده ثانيه حبيبته القديمه هيرجع لها، فهي بتقول له انت ما حكيتليش الموضوع ده قبل كده، بس عموما بالتوفيق لما ترجع احكي لي كل حاجه. تيبو بيسيبها وبيروح لاصحابه بيحكي لهم كل اللي حصل معاه، فبيقولوا له بس يا معلم هي كده حطتك في خانه الصداقه. هو بيقول لهم يعني ايه خانه الصداقه؟ بيقولوا له البنت اول ما بتتعرف على شاب جديد بتحسبها كده هو ده ينفع حبيبي ولا لا، ويمكن اوقات تحاول لو هي سنجل، لو لقت الطرف الثاني منسجم تمام، ما حصلش بيفضل في خانه الصداقه ويفضل اخ مدى الحياه. هو بيقول لهم طب ايه الحل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه تحبني عادي ونتجوز. فبيقولوا له في حل طبعا، بس لازم تنفذ التعليمات بالظبط. اولا لازم تغير شخصيتك 180 درجه، تبقى حد تاني، حد البنات تحبه وتجري عليه، مش لخمه وخيبه، ودي مهمه سيبها علينا. تاني حاجه لازم تعملها تسيبها لفتره طويله، تقول لها ان انت مسافر وما تشوفكش ابدا لحد ما تتغير فعلا، ولما ترجع لها تبقى مفاجاه. هو بيقول لهم موافق، هعمل اي حاجه، المهم خليها تحبني. من تاني يوم اصحابه بيبداوا يساعدوه، واحده منهم مهتمه بالرياضه بتمرنه كتير علشان يعمل فورمه ويظبط جسمه، وواحده تانية بتاخده تعلمه الرقص علشان البنات بتحب الشاب اللي بيعرف يرقص، وواحده بتعلمه ازاي يتكلم مع البنات بتقل، يبقى واثق في نفسه وهو بيتكلم، هو ما يتسرعش في اي رد، والاهم يرد الرد المناسب، مش يتكلم في الطب والتاريخ والعصور الوسطى. في يوم هنا وهم في مطعم بيدربوه في بلوجر مشهوره جدا بتدخل المكان اسمها جينا، اصحابه بيقولوا له لا ما تبصش عليها، دي مش بتتكلم ولا تتعرف على اي حد، لازم يكون واحد من صفوه المجتمع واحلاهم. بعد كده بياخدوه يشتروا له هدوم جديده علشان لبسه ده بصراحه لا يعجب بنت ولا راجل. المهم بتعدي ايام كتير وهم بيحاولوا يغيروه. في الاول الموضوع بيبقى صعب عليه وفاشل تقريبا في كل حاجه، بس بعد وقت بيتغير فعلا، بيبقى حد تاني. فاول حاجه بيفكر يعملها يشقط البنت اللي نص الشعب بيجري وراها. جينا البلوجر المشهوره بيقدر بسهوله يتعرف عليها وياخد رقمها، وبيبهر اصحابه بالتغيير اللي بيقولوا له خلاص انت كده بقيت زي الفل.